محمود كهربا. بعد ما قلنا تشكيله النادي الاهلي هيظهر قدامنا هو تشكيله نادي انبي. عبد الرحمن سمير بودي في حراسه المرمى، كالوشه وحامد وصبيحه ثلاثه في قلب الدفاع، علي فوزي على الجنب اليمين ومحمد حمدي في الطرف الشمال، العجوز ويوسف اثنين ارتكاز مع رفيق كابو واحمد نادر حواش في الخط الامامي، ومعاهم احمد امين اوفا. بدلاء النادي الاهلي بالمره كده قبل ما نبتدي وندخل في اجواء ال90 دقيقه تملي لقاءات انبي والاهلي رغم الفوارق في النتائج لصالح النادي الاهلي، ولكن تبقى من المناسبات الكبرى في الكره المصريه طوال ال20 مباراه اليوم. انبي في المنطقه الدفاعيه كالوشه طويله اماميه في اتجاه احمد امين اوفا، انما ياخدها النادي الاهلي يقلبها لقدام طاهر محمد طاهر اللي نازل على وسط ملعبه مع انطوني موديست. مروان عطيه يحطها هناك في الطرف الشمال عند كهربا، تغطيه الدفاعيه موجوده، مؤخر نفسه احمد كالوشه. محمد مجدي قفشه الى مروان عطيه على الارض يمشيها حلوه عند طاهر، لمسه والثانيه الى هاني. محمد هاني يلعب على طول تاني لورا، مروان يفوتها كوكا كده برؤيه للخلف، ويبدا النادي الاهلي من جديد. طرف الشمال عمر كمال عبد الواحد يعمل عرضيه هناك جوه الملعب لسه، واول هجمه للنادي الاهلي وتقع كده من الخضه من بودي سمير وياخدوا منها ضربه ركنيه. عمل جماعي هجومي في اول دقيقه، ما كملناش كمان دقيقه، اتعملت حلو من عمر كمال وكان قاطع على القايم البعيد طاهر محمد طاهر. النهارده بدا كولر بعمر كمال كطرف شمال، راجل شفناه في لقاء البنك الاهلي مساك وتصعبت عليه العمليه شويه، انما في اعتقاد النهارده هيأدي بشكل افضل في المكان ده. عمر كمال عرضيه خطيره يد يلمسها انطوني موديست ولكن بجوار الايه. ادي قدامنا هوت واحد من اللي هدفوا الموسم الحالي ب3 اجوان انطوني موديست، موجود في التشكيله النهارده 4 لعيبه من 10 سجلوا اهداف